في عام 1996 ليلة 26 إلى 27 مارس هاجمت مجموعة إرهابية بقيادة إرهابي قائد الجية في هذاك الوقت كان اسمه أبو الحارث. كانت الساعة حوالي 11 تاع الليل كيهجموا على دير سيدة الأطلس في تيبي حيرين في ولاية المدية. الدير هذا تأسس وقت الاستعمار وكانت فيه الطائفة السيسترسية، وامتنعوا عن التبشير في أواخر الخمسينات وخيروا يبقوا في الدير ويعيشوا مع الجزائريين حتى بعد الاستقلال. كانوا عايشين على الزراعة وكانوا يقتسموا المحاصيل مع الجزائريين. في التسعينات كانت الجزائر تعيش أصعب فترة في تاريخها واللي معروفة باسم العشرية السوداء. فتنة القتل انتشرت بشكل رهيب لدرجة أنه واحد ما عاد فاهم شكون يقتل في شكون. في سنوات بين 1996 إلى 1997 بلغت الحرب الأهلية ذروتها، لدرجة أنه كانوا يسميوه العام هذاك بصيف المجازر الجماعية من كثر المجازر الجماعية اللي وقعت فيه. في عام 1993 الجية أصدرت بيان تمنع فيه تواجد الأجانب في الجزائر، يعني كل واحد مش جزائري ومش مسلم ممنوع عليه العيش أو دخول الجزائر من الأصل. واللي كانوا عايشين في الجزائر عطتهم مهلة لغاية 1 ديسمبر لمغادرة التراب الجزائري نهائيا، وإلا راح يتعرضوا للقتل. بور بزاف ومسيح هربوا من الجزائر في هذيك الفترة، بصح كاين بزاف تاني اللي خشنوا روسهم وتحدوا بيان الجية وقعدوا في الجزائر. أصبح كل أجنبي مستهدفا، وبذلك فإنه يجازف بحياتهم بقية في الجزائر. وقد كان الأخ كريستيان رئيس طائفة دير تبحرين واعيا بذلك، وفي يوم انتهاء أجل المهلة كان في مدينة الجزائر. كان في انتظار الأخ أميدي ليعود معا إلى الدير عبر الطريق البري ينصب فيه إرهابي الجية الكمائن. حتى في عام 1993 اختطفت الجية 3 فرنسيين من قلب الجزائر العاصمة على 7 الصباح، هذا باش يثبتوا للحكومة أنهم قادرين يتوغلوا حتى في أحسن المدن الجزائرية في هذاك الوقت واللي هي العاصمة، ويختطفوا 3 أجانب من دارهم ويعديوا بهم في البراجات اللي كانت منصوبة وقافلة مداخل ومخارج كل العاصمة آنذاك. وجات من وراء حادثة الاختطاف هذه عدة حوادث اختطاف واغتيال رهبان ورجال دين مسيح. في 24 ديسمبر 1993 ماركو كونفورتا مهندس كرواتي كان هو و22 مهندس وعمال كروات يبنوا في نفق في تمزقيدة في ولاية المدية. في الليلة هذيك جاو إرهابيين وطلبوا منهم يخرجوا، بداو الإرهابيين يسقسوا فيهم شكون مسلم. كانوا كامل مربوطين يديهم ورا ظهورهم، ولحسن الحظ كانوا 10 منهم مسلمين قراوا عليهم القرآن وطلقوهم، و12 الباقيين ذبحوهم، منهم ماركو كونفورتا اللي ذبحوه 2 مرات. والصباح كي جا العسكر لقاوه مازال على قيد الحياة. وجدنا بانتظارنا أشخاص مسلحين ببنادق، البعض كان يرتدي زيا عسكريا وآخرون لباسا مدنيا. كان السائح عطية هو قائد المجموعة الإرهابية، وسيد علي بالحجر نائبا له. يعني خرجنا بيان وأنذرنا الأجانب يبعدوا وإلا راهم يصيبهم ويصيبهم، وكأنهم يعني نفذوا بيانهم هذا. في تلك اللحظة سألونا هل أنتم مسلمون أم لا، ولما توجهوا بالحديث إلى السيد شار رد بلا. كنا كلنا موثقي الأيدي، ولما فهم ما يجري اسمحوا لي العبارة وصفهم بالكرواتية بأولاد العاهرة. قبضوا عليه وأخذوه إلى مكان بعيد، ولم نسمع بعدها سوى نواحا. في هذه اللحظة قال لهم هاري سيبيتش إنه مسلم، وبما أنه تلا عليهم بعض آيات القرآن أدى الإرهابيون سرورهم وأخلوا سبيله، وتلا عليهم زميل آخر جزءا من الصلاة بالعربية فنجا من الذبح. وتمكن مسلم الورشة من مغالطة الإرهابيين بالادعاء بأن بعض زملائهما مسلمون، وللأسف فإنه لم يكن بوسعهما إنقاذ الجميع، وكان ماركو كونفورتا يعرف ذلك. كنت أظن أنني لو قاومتهم فإنهم سيعذبونني، ولكنني كنت لا أريد أن يطرحوني أرضا، ولكنهم نجحوا في ذلك في النهاية. فانقض أحدهم على رقبتي ومرر السكين عليها. أحس ماركو بالدم حارا على جسده وقرر التظاهر بالموت، بينما استمر رجال السائحقية والسيد علي بالحجر في ذبح عمال آخرين. لم أعد قادرا على التظاهر بالموت، ولم أستطع التركيز إذ كنت أرتعد من البرد والخوف، وبدأت أرتعش مثل ورقة. اقترب أحدهم مني من الخلف وشدني من شعري وقطع قفاي، ثم مسح سكينه على ظهري وغادروا المكان. عاد الإرهابيون إلى الجبل وتركوا وراءهم أكداسا من الجثث، ولكن كما لو أن الموت لم يرغب فيه بقى ماركو كونفورتا حيا. وفي اليوم الموالي
وجده الجيش الجزائري ونقل على الفور إلى مستشفى المدية، وكانت الحصيلة التضحية ب12 عاملا كرواتيا مثل الحيوانات في المذبح. وكان غوران ماتكوفيتش هو ثاني ناجي من مذبحة الجية. في نفس الليلة هجمت مجموعة إرهابية بقيادة ساعي عطية وعلي بن حجر على دير تيبي حيرين بحجة أنهم يحتاجوا طبيب باش يعالج واحد من الإرهابيين كان مجروح، ومن ثم طلبوا الجزية من الرهبان وردوا عليهم الرهبان قالوا لهم الطبيب يقدم لكم العلاج مثلكم مثل باقي الجزائريين، وفيما يخص الجزية قالوا لهم باللي هما ناس عباد وخاطيهم الأمور المادية. فالسائح عطية أعطاهم الأمان واعتبر علاجهم للإرهابيين الجرحى هو بمثابة الجزية. الأمان في الشريعة الإسلامية معناها ما دامك تخلص في الجزية شي ما راح يمسك ما دامك ملتزم بالقوانين اللي تفرضها الجية. في سبتمبر 1994 قامت الجية بإصدار بيان تمنع فيه القراية، وفي 1997 راح تصنع مجزرة تروح ضحيتها 10 معلمات وأستاذ في ضواحي بالعباس نتيجة هذا البيان اللي أصدره الشريف قوسمي في سنة 1994. الجية كانت حاكمة مناطق بزاف في الجزائر بيد من حديد لدرجة أن الدولة اختفت في كثير من القرى والمدن الجزائرية على حد قول الجنرال معيزة. كانت مسيطرة على كلش في المناطق اللي تحت إمارتها وتفرض قانونها الخاص على الجميع، واحد ما يمنع من عقاب الجية وسيفها كان محطوط على رقبة الصغير قبل الكبير. كانت تنفذ اغتيالات ضد كل من يعاديها ولا يوقف ضدها، سواء فنانين ولا صحفيين ولا مثقفين ولا حتى أئمة اللي وقفوا مع الدولة ضدها وجرموا الأعمال اللي كانت تقوم بها. بعد ما مات شريف قوسمي الجماعة قامت بتنصيب جمال زيتوني واللي كان أكثر الأمراء راديكالية هو وجماعته اللي مدورهم به، أمثال فتحي بوكابوس الحارس الشخصي تاعو، وكذلك عنتر الزوابري اللي راح يكون الخليفة تاعو بعد ما يموت جمال زيتوني. جمال زيتوني حب يعلن الحرب على فرنسا وهو اللي نفذ عملية الإيرباص المشهورة حيث قاموا باختطاف الطيارة اللي كانت تنقل الدبلوماسيين الفرنسيين، وكذلك هو صاحب عملية الإيروير باري المعروفة بتفجيرات مترو باريس. حتى في يوم من الأيام جمال زيتوني جاته فكرة، قال كيف هادو الرهبان هنا في الجزائر لازم يا يخرجوا من الجزائر يا يدفعوا الجزية. قالوا له باللي هادو السائح عطية أعطاهم الأمان، قال لهم هما ما خداوش مني الإذن والسائح عطية اللي أعطاهم الأمان مات، فقرر يختطفهم. جمال زيتوني أرسل وفد لجماعة علي بن حجر يطلب منهم باش يعاونوه في عملية اختطاف الرهبان، ولكن علي بن حجر رفض الفكرة ومنع جمال زيتوني من العبور في المنطقة اللي كانت تحت سيطرة علي بن حجر. هذا معناه أنه الجبل كان مقسم لإمارات، كل إمارة ما تتفاهمش مع الإمارة الأخرى. وثانيا علي بن حجر كان على باله بعملية اختطاف الرهبان قبلها بأشهر، ولكن فضل الصمت وعدم تحذير الرهبان لسبب مش معروف لحد الآن. الأمر هذا وبعثوا لنا وافد في ذيك الفترة قالوا لنا بعثوا لنا جماعة راح نقوموا بالعمل هذا من مسلم. احنا رفضنا، قلنا لهم هذا العمل ما نعاونوكمش فيه وما تعقبش في المنطقة هذه ولا تقوم بالعمل هذا. كان السيد علي بن حجر يعلم أن جمال زيتوني سينفذ العملية وكان قادرا على إنقاذ الرهبان بتحذيرهم منها، ولكنه فضل السكوت لعدة أشهر. في ليلة 26 إلى 27 مارس من عام 1996 كما قلنا هجمت مجموعة إرهابية على دير سيدة الأطلس وقاموا باختطاف 7 رهبان من دير تيبي حيرين، وهم كريستيان، برونو، كريستوف، سيليستان وليك وبول وميشيل. وقامت المجموعة الإرهابية بنقل الرهبان من الدير إلى أعالي جبال بوغارا مشيا على الأقدام وعلى ظهور الحمير، وحطوهم في دار في الجبل يسموها الدار الحمراء. في نفس الليلة اختطفت المجموعة الإرهابية التابعة لجمال زيتوني 3 من أهالي قرواو، العربي بن مولود وأخوه وولد عمه، وحطوهم في نفس الدار مع الرهبان. العربي بن مولود هو الشاهد الوحيد اللي بقى على قيد الحياة. كي حاولوا يهربوا في الليل قتلوا أخوه وولد عمه ومنعه هو، وكي رجع العربي بن مولود في الهليكوبتر تابع للجيش ما لقاوش الرهبان، يعني الجية بدلت بلاصتهم ونقلتهم إلى مكان آخر. هو ابن عمه لحقونا حتى للحوش هذايا، الحوش هذا في قرويد، احنا قاعدين حاطيننا في الشامبرا وحدنا والباباسين هذوك ثاني في الشامبرا وحدهم، شامبرا واحده اخرى. نشوفهم وما كانش نشوفهم انا طبيب نعرف هو في روحه هو يمشي مشيتو هكذاك كي مشيتو كي يمشي غير بالعقل يعني بين عيين. بعد اختطافهم اقتدى الرهبان سيرا على الأقدام وفي سيارات وعلى ظهور حمير إلى مخبأ في الجبل بالقرب من قرواو في مأوى على بعد 10 كيلومترات جوا عن الدير. وفيه قضى العربي بن مولود يوم 27 مارس إلى جانب الرهبان. كي لحق المغرب خاص هضرنا بلي نهربوا، كنا نهربوا ما نقعدوش، نهربوا نموتوا بالرصاص خير من نموتوا بالعذاب. أثناء الهروب قتل أخوه وابن عمه بينما نجا العربي بن مولود. إنه آخر شاهد حي لأول يوم من وقوع الرهبان بين أيدي الجية.
وعندما عاد في طائرة مروحية تابعة للجيش إلى قرواو لم يكن هناك أثر للرهبان، ولكن على بعد بضعة كيلومترات نصبت مجموعة إرهابية كمينا بهدف مغالطة انتباه الجيش. مجموع العسكر اللي ماتوا في التمشيط عن الرهبان هو 50 جندي جزائري حسب الرواية الرسمية. وصل خبر اختطاف الرهبان لفرنسا لجون شارل ماركياني حاكم مقاطعة لوفار، وهو بنفسه أكد أن الخبر صحيح لأنه جاء عن طريق مخبر يخدم معهم في الجية. هذا معناه أن الجية كانت مخترقة من عدة جهات أهمها الجيش الجزائري وفرنسا. أخبرت في الأيام الأولى من شهر أفريل 1996 من طرف مخبر كان لنا في الجية بأن الجية هي فعلا من أقدمت على الاختطاف، وهذا الشيء اللي خلى الجية تنقسم من الداخل. وفي هذه الصورة زوج فرنسي يخدم في السفارة الفرنسية في الجزائر مدعون لعرس أحد الإرهابيين في إحدى معاقل الجية. يعني الجية كانت على علاقة طيبة مع الدبلوماسيين الفرنسيين في الجزائر، وهذا الشيء يقلق الجزائريين والسلطات الجزائرية في هذاك الوقت. في فرنسا تدخل جاك شيراك رئيس فرنسا في هذاك الوقت بنفسه في هذه القضية وبسرية تامة، وكل هذه المهمة لجون شارل ماركياني حاكم مقاطعة لوفار السابق والمسؤول عن نجاح عملية تحرير الرهائن الفرنسيين اللي كانوا محتجزين في البوسنة. ألان جوبي الوزير الأول في فرنسا في هذاك الوقت كانت علاقته مع شارل ماركياني مش مليحة بزاف، ولهذا جاك شيراك أمر ماركياني بالتفاوض مع قيادة جمال زيتوني بسرية تامة بدون علم ألان جوبي وبدون علم السلطات الجزائرية، وهذا الأمر ترفضه الجزائر وتعتبره تدخل في شؤونها الداخلية وتعدي على سيادتها. بمجرد تفاوض السفارة الفرنسية مع جمال زيتوني معناها أن فرنسا تعترف بتنظيم الجية، وهذه حاجة تقلق السلطات الجزائرية كما قلنا. مهمة تفاوض شارل ماركياني كانت تتم بسرية تامة، ولكن بطريقة ما تسرب الخبر للصحافة الفرنسية أو عرف ألان جوبي بالأمر وأمر في الحال بإيقاف المهمة. وهنا قال له شارل ماركياني باللي الرهبان راح يموتوا وراح الجية تنفذ تهديدها بقتل الرهبان. في 7 ماي 1996 سلم الحارس الشخصي لجمال زيتوني نفسه للجيش الجزائري وبقاو يحققوا معاه حتى 15 ماي 1996 باش يهدر على مكان الرهبان. من بعد أمر جمال زيتوني بواسطة الراديو بذبح الرهبان. في 16 جويلية 1996 نصبت جماعة علي بن حجر كمين لجمال زيتوني وقضوا فيها عليه ككلب مسعور. ولكن السؤال اللي يطرح نفسه علاه علي بن حجر قرر فجأة يتخلص من جمال زيتوني، وعلاه كان على باله باللي جمال زيتوني راح يختطف الرهبان، ولكن فضل السكوت مع أنه كان من الممكن أن ينقذ حياتهم في هذاك الوقت. وعلاه الحارس الشخصي لجمال زيتوني ما حبش يهضر على مكان احتجاز الرهبان إلا بعد أسبوع من تسليمه لنفسه للجيش الجزائري.